من الطرائف اللي حصلت اليومين دول في قضية الرأي العام اللي حاصلة دي، إن الست بسيطة جدا سمعت على اللي حاصل، وسمعت إن سلمى رحالة وأم مكة دي. أم مكة كانت بتبيع فسيخ، وسلمى رحال دي كانت بتبيع قهوة، وبعدين صبحت سيدة أعمال ومعها شركة سياحية. وأم مكة سيغت وما شاء الله، وبتروح الساحل وبتكسب في اليوم في محل واحد معاها 3 محلات 120,000 جنيه. الست قالت ايه؟ خلاص تهت ولقيناها، خلاص انا هسيغ وهمشي على منهجهم. طب نعمل ايه؟ قامت مسكينة جابت 3 صفايح فسيخ، بتقول خلاص هو الحل في الفسيخ. جابت 3 صفايح فسيخ، بتقول والله خسرتهم، خسرت، مفيش أي مكسب في الفسيخ. فين الفسيخ بقى، وفين الذهب، وفين الصيغة؟ طيب بالنسبة لسلمى رحالة دي، كانت بتبيع قهوة في الشارع. طب تصدقوا إن جوز أختي بقاله أكتر من 20 سنة فاتح قهوة، دلوقتي مش لاقيه ياكل. طب مال هي إيه الحكاية؟ فكانت الحكاية دي طريفة جدا. آه، فضلت أضحك عليها فعلا. هو لغز، وممكن نقول إيه، آه، يظل المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فاحنا ولا نظلم ولا نشوف، هي قضية رأي عام، وإن شاء الله هيكون الحكم الأول والآخر للقضاء العادل، واحنا واثقين في القضاء بتاعنا، وربنا يصلح الحال. وبرضه مش الفسيخ اللي بيجيب ده كله يا أم مكة، ربنا يصلح حالنا وحالك.